السلام عليكم إخوتي، مرحبا بكم في صفحة علمني تعلم اللغات. اليوم سنرى درسا مهما جدا، وهو كيفية التعريف بنفسك باللغة الإسبانية. فلنبدأ على بركة الله. نبدأ بأول جملة وهي اسمي علاء الدين. كيف نقول اسمي علاء الدين؟ لدينا ثلاث طرق لقول اسمي علاء الدين. الطريقة الأولى وهي soy علاء الدين، soy علاء الدين، وهي أنا علاء الدين. والطريقة الثانية وهي mi nombre es علاء الدين، mi nombre es علاء الدين، وهي mi nombre اسمي es هو علاء الدين. وأيضا لدينا ميامو علاء الدين، ميامو علاء الدين، ميامو علاء الدين، وهي الطريقة الثالثة. ننتقل إلى الجملة التي بعدها، وهي كيف نقول أنا من الجزائر أو أصلي أنا من الجزائر. نقول soy de Argelia، soy de Argelia، soy de Argelia، soy de Argelia، أو soy. لا نستطيع أن نبدل أرخيليا بالبلد الذي تعيش فيه والبلد الذي أنت منه. soy de وتقوم بإدخال البلد الذي تعيش فيه. soy de مارويكوس، soy de تونسيا، إلى آخره. والآن ننتقل للجملة التي بعدها، وهي لدي 21 سنة. كيف تعبر عن عمرك؟ تعبر عن عمرك بقول tengo tengo 21 años، tengo 21 años، tengo 21 años. والآن ننتقل إلى الجملة التي بعدها، وهي أنا أدرس في الجامعة. كيف نقول أنا أدرس في الجامعة؟ نقول yo estudio en la universidad، yo estudio en la universidad. ونستطيع أن نقول المدرسة وهي la escuela، escuela. نستطيع أن نقول yo estudio en la escuela، yo estudio en la escuela، yo estudio en la escuela، yo estudio en la escuela. yo estudio هي أنا أدرس in في لا universidad هي الجامعة، لا اسكويلا هي المدرسة. والآن ننتقل للجملة التي بعدها، وهي كيف تعبر عن وظيفتك أو عملك. نقول mi trabajo es un profesor، mi trabajo es un profesor، mi trabajo es un profesor. أو تستطيع أن تقول mi trabajo es un médico إذا كنت طبيب، médico هي طبيب، وإلى غيرها من الوظائف. وشكرا على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو آخر مع دروس أخرى، ولا تنسوا دعمنا، وشكرا لكم. تستطيعون أن تعرفوا بأنفسكم في التعليقات.